طيب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا شباب. الليلة عندي قصة قصيرة وقصة مؤثرة وقصة حزينة جدا. قصة نهب مسلح أو ما مسلح، قصة نهب بعقلك، اتنهبت بفهم وبحنك والله العظيم، والنهبني يستاهل، والله يستاهل. شايفين الصنفرة؟ الصنفرة دي والخمسين جنيه، أنا سميتها قصة الصنفرة والخمسين جنيه، اللي هي أحداثها دارت في ود البشير ومبدأ. الحصل كالآتي: جاي من الشهداء ماشي المهندسين، شوف لي مواصلات للمهندسين طبعا من الشهداء ما في الا تركب ليبيا تنزل ود البشير. ما لقيت مواصلات جيت لحد الشعبي بكراعي، ما لقيت مواصلات قلت خلاص اشوت لحد المهندسين بكراعي. احنا ناس شباب وشبابنا عاجبنا. الحصل كالآتي: لما بقيت تحت كبر ولد البشير بالضبط وانا ماشي في امان الله وبخدر في مشاريعي في راسي وشايل لي شنطه فيها قروش وتلفوني في يدي او تلفوني في جيبي، جاب اذاعي قدامي بتاع موتر بيحنك ظريف كده، الموتر بطل. قال لي على الاقل يا شاب دفره يا اخي، الموتر ده دار دفره. قلت له جدا يا ابن عمي ما عندك اي مشكله. دفرت الموتر والموتر دور الحمد لله. مشى قدام شويه كده ووقف، قال لي يا اخي مشي قدام. قلت له قال لي يا اخي اركب، الناس للناس يا اخي ادوني دفاع شنو. قلبي ارتاح كده وخلاص البطيله ديك راحت، قررت اني اركب معاه وركبت معاه. مشينا شويه الموتر بقى يقطع. قال لي انت عارف يا ابو ده الموتر ده يا اخي داير بلكو ده ضارت في كده. انا عامل فيها مفتح وادري الكيب بتاع مواتر وبتاع حنك زي ده. قلت له يا اخي والله يمكن بنزين. قال لي لا يا اخي بتاع ده مليان بنزين، انا مفول الليله الصباح. ف الشغله دي شغلت بلك بس. قلت له جدا يا حبيبي الفاهم شنو؟ قال لي يا اخي نجيك ننظف البلك. قلت له جدا. لما نزلنا عشان ننظف البلك وقفنا بجنبه كده، تكلنا الموتر طلع شنطته فيها مفتاح بلك وفيها مفك وفيها حاجات زي دي. قال لي اخذ معانا والله تليفوني ده طافي بطاريه، لو عندك تليفون بضوي طلعه ضوي لنا عشان ننظف البلك ده. قلت له والله التليفون بضوي عندي. طلعت التليفون على اساس انه اضوي بيه. فبقيت بديت اضوي، ضويت يا صاحبي وقال لي خلاص كديب التليفون ده انا اضوي، شوف لي حاجه انا انظف بيها البلك ده، موس ولا صنفره ولا سلكلتش قديم، حاجه زي حبال كربونه في البلك. قلت له حلو يا حبيبي، بيجينا نطيب التليفون. قال لي خلاص جيب. جيت التليفون في يدي وشنطه القروش محطوطه في الموتر. فالحصل كالاتي: انه بعد شويه قال لي يا اخي اسمع، اتلفت يمين شمال، قال لي يا اخي اسمع ذاك انت ما مغلق، الكلام ده قريب للصوب السبيل. قال لي يا اخي ذاك ما مغلق. فشفت المغلق قلت له فعلا ذاك مغلق. قال لي خلاص يا اخي نولي منه صنفره يا اخي. اداني ال 50 جنيه دي يا هذه اللي شايفينها، اداني ال 50 جنيه دي. قال لي شيل تنولينا بقى صنفره. شلت ال 50 جنيه ومشيت. لما وصلت الزلط قلبي اكلني، جيت وراجع قلت له يا حبوبي يا اخي والله داير اعمل لي مكالمه يا اخي بكل ارتياح كده بكل ثبات. قال لي يا ابن عمي يا اخي ما مشكله يا اخي، لو انت مستعجل يا اخي ولا حق لك ولا كذا التليفون شيله امشي، انا ذاتي موضوعي ده ممكن يجر. فصراحه انا اخوتي كده ورجولتي هبت علي. قلت له والله يا اخي ما بفوتك يا اخي، انا دولة بلدي يا اخي، انت وقفت لي يا اخي معقول افوتك؟ والله ما بفوتك، لكن يا اخي والله عندي مكالمه ضروريه ما لسه قلبي ماكلني. قال لي يا اخي اسمع انت والله ما عندك مكالمه، لكن شكلك خايفني انا اكل التليفون ده وابقى مارق. قلت له والله نصيحه لا الله دشل في راسي. فقال لي يا صاحبي ما مشكله شيل تليفونك. شنو؟ قلت له تليفوني جي 7 واي 7. واي 7 شنو تليفوني شنو؟ جي 7 برايم، هاي جي 7 برايم سامسونج. وانا بعد ده كله نازل شنطه اللي فيها القروش المخطوطه في الموتر ورا، ما حاسب ما متعود اشيل شنطه في يدي. قال لي يا اخي امسك ده تليفوني يا صاحبي واي 9. اغيم هو ولا اغيم الجي 7؟ قلت له والله اغيم الواي 9. قال لي امسك ده تليفوني واي 9 حطه في جيبك يا صاحبي لو خايف ناكل تليفونك عشان تكون مطمئن. خديت التليفون الواي 9 في جيبي ومشيت. قطعت الزلط. عاينت بعد الزلط شايف الزول لسه ماسك التليفون بضوي في الارض على اساس انه فتش لي حاجه انظف بيها البلك. قبل شويه تقيل خشيت المغلق مسافه 20 ثانيه بالكثير ما اكثر من كده. اتلفت على الموتر لقيت زولي الا كان محله والحجار اللي قاعده جنبه وما في حاجه. قعدت اضحك بتاع المغلق. قال لي يا اخي مالك؟ قلت له والله يا اخي انا سرقت كيف؟ قلت له والله حاصل. قال لي يا اخي التليفون وينه؟ طلعنا تليفون الزول من جيبي على اساس انه التليفون واي 9.
لما طلعنا التليفون وطلعت الواي 9 من الجراب لقيت شاشة بتاعت واي 9 سكراب قديمة ملصق عليها في طينة، والطينة في جراب، وتحت الطينة في ورقة. واكتشفت من هنا ان انا ركبت واكلت مقلب زي المقلب والله. وبعد ده كله الحرامي حريف، والحريف يستاهل. وان شاء الله يا اخي تليفون ينفعك والقروش تنفعك. انت ذو الحريف، والحريف دائما ياكل، ما في اي مشكله يا صاحبي. لكن بحذركم والله يا ناس، بحذركم ما تعمل فوق راجل في الشارع. حرص وما تخون. اي زول غريب لاقيته في الشارع ولا لاقاك في الشارع ما تدي الامان الكامل على الاطلاق. ما تعمل فوق راجل وعندك نخوه وتبلد دموع، لا لا لا، اتعامل بحرص. تلفونك ما تدي لزول غريب، شنطتك ما تخطها جنب زول غريب. اتعامل بحرص كامل عشان ما تاكل اللي اكلته انا يا صاحبي وتبقى عليك حسره. ويا اشتري لي عربيه والعربيه نقصت، وانا ان شاء الله الليله ماشي النيل الابيض عليه اهلي اجرجر زيال الخيبه والذكريات المره. ودمتم في امان الله. واحذروا من مبدا، احذروا من مبدا عليكم بها يا ناس الشرطه. حفظ الله.